حملت والبيبر انجن بالطريقه اللي قلت لك عليها ومش عارف تضيف خلفيات. طيب انا جايب لكم النهارده برنامج فكرته ان انت تقدر تضيف اي خلفيه من والبيبر انجن، لان انت لما بتخش هو مش بيرضى يضيف الخلفيات، تمام؟ وده منطقي. فالبرنامج اللي انا جايبه النهارده بيقدر يضيف الخلفيات في والبيبر انجن بكل سهوله. يعني مثلا لو احنا جينا اخترنا اي خلفيه زي كده، نيجي ناخد اليو ار ال بتاعها كوبي، وبعدين نفتح البرنامج ده ونحط هنا اللينك، وبعدين ندوس التحميل. طبعا كل خلفيه لو انت عايز تعرف هي بتاخد حجم قد ايه فبيبقى مكتوب هنا. فدي مثلا الخلفيه دي حجمها 150 ميجا وبس كده. كده هو ضاف الخلفيه. تعالوا نشوفها اهي الخلفيه اهي. فلو انت ما اتفرجتش ازاي اصلا تضيف البيبر انجن عندك، فالفيديو موجود على اليوتيوب تقدر تخش تتفرج عليه، والشرح كامل بتاع البيبر انجن وبتاع البرنامج ده، السورس كود بتاعه وكل حاجه موجوده على اليوتيوب. انا لسه منزل الفيديو ده بيشرح كل حاجه البرنامج ده ازاي تجيبه، والسورس كود ازاي تستعمله، كل حاجه موجوده تقدر تشوفها. تقدر تشوف الفيديو على اليوتيوب دلوقتي وتتفرج عليه وبس كده.